ليه كان بيتم كسر أنوف ملوك مصر؟ بمنتهى البساطة علشان يهينوا الملك المصري رقم 2 حتى لا يستطيع التعرف على نفسه في حياة البعث والخلود. ما يقدرش يتعرف على نفسه لأنه انتوا عارفين ان الروح بتتعرف على نفسها بعد الموت علشان يتم حسابها، لأن قدماء المصريين كانوا بيؤمنوا في البعث والخلود وإن في حياة أخرى. تمام. طيب. ده كان بيحصل إزاي؟ بمنتهى البساطة لإنه الدولة المصرية ما كانتش قوية طول الوقت، كان أحيانًا في أواخر عهد الأسرات بيكون في ملك ضعيف، فأحيانًا كان بيحصل اضطرابات في البلد أو نوع من أنواع الاحتلالات، فكان بيحصل أعمال تخريبية، وكانت من الأعمال التخريبية دي اللي هي إيه؟ ان احنا نكسر انوف الملوك اهانه ليهم زي ما قلت لكم عشان ما يقدروش يتعرفوا على على نفسهم في الحياه الاخرى. يعني فاكرين ان هم كده مش هيعرف يتعرف على نفسه فهويته هتضيع بقى في الحياه الاخرى فهيذهب للجحيم، هيظل ضائع يعني. مش هيبقى كده، لا هيظل ضائع، مش هيستطيع التعرف، هنكسر انفه فلن يستطيع التعرف على نفسه في الحياه الاخرى. تمام. في طبعا نظريات تانية كانت بتقول انه الانف ده ما هو الا اضعف شيء في التمثال، فبمنتهى البساطة من الطبيعي ومن السهل تساقط هذا الانف بعوامل التعرية، لانه تمثال من 5000 و 3000 سنة طبيعي انه هو بيتعرض لعوامل تعرية. بلغت دقته مهما بلغ جماله اكيد هيحصل عليه عوامل تعرية يعني. فكانوا شايفين ان الانف ده هو اضعف جزء في جسد التمثال، فسهل قوي ان هو يتعرض لعوامل التعرية بمنتهى البساطة ويتساقط. المصريين دلوقتي بقوا اكثر حرصا على حضارتهم وعلى قوميتهم ومتمسكين بيها لانتمائهم لهذا البلد. حتى لو في مصري مسافر، حتى لو في مصري مهاجر، فهو بيحب بلده وبيعلم ولاده واحفاده تراث بلده. تمام. فعايزه اقول لكم ان اكتر الشعوب حقدا وحسدا على الحضاره المصريه، وده مش من النهارده يا جماعه، الكلام ده من 5000 سنه و3000 سنه و7000 سنه، ان لو اتيحت لهم الفرصه اول حاجه هيعملوها هيحاولوا يجحدوا تاريخكم علشان ما تملكوش قومة، علشان ما تستمدوش الإلهام من أجدادكم وتبدأوا تطوروا من نفسكم وتدافعوا عن بلدكم وعن أرضكم وعن تاريخكم وعن تراثكم. لكن احنا دلوقتي خلاص بقينا فاهمين كل حاجة، وبقينا عارفين انه اي محتل علشان يدخل بلد ذات حضارة عظيمة اول حاجة هيعملها انه هو يحاول يمسح تراثهم وهويتهم زي ما كانوا بيعملوا ويكسروا أنوف ملوك مصر. حتى لا تستطيع التعرف في المستقبل على أجدادك يا عزيزي، يشككوك، تقول لأ، يمكن مش جدي، يمكن أنا مش مصري، يمكن أنا، لأ أنت مصري. عايزين يمسحوا الهوية المصرية والتاريخ المصري والتراث المصري عشان يحتلوا الأرض ويقولوا لكم انتوا كده كده أجانب، انتوا مش مصريين أصلا. علشان كده فكرة التمسك بالهوية المصرية والقومية المصرية بترعبهم، وفكرة ان احنا خلاص بقينا عارفين ان قدماء المصريين لم يكونوا وثنيين، وان كان في بعض الملوك زي دلوقتي 3000 سنة كان في دين، كان في انبياء، كان في رسل. هل كل الناس كانت مؤمنة؟ لا. ده حال او ده الوضع في العالم كله. ولكن ليه مصر باقية؟ لان اغلب شعبها كان مؤمن وكان موحد جيل بعد جيل. حد بيشوفني دلوقتي وعجبه الفيديوز بتاعتي يعمل لايك وسبسكرايب.